أحبتي الكرام، يا من أتيتم إلى هذا المكان الطيب منذ الصباح الباكر وأنتم تقفون على أرجلكم. هي لله هي لله هي لله هي لله لا للمنصب ولا للجاه. نعم والله هي لله هي لله، لا للمنصب ولا للجاه. ذكرتموني بهذا النداء لطالما والله نادينا به في حملتنا الانتخابية حينما كنا مع حبيبنا وقائدنا ورئيسنا الدكتور المهندس محمد مرسي. وهي فرصة لا نقول ما أتينا إلى هنا إلا لنقول فعلا الشرعية خط أحمر، الشرعية خط أحمر، والله الذي لا إله إلا هو. مجرد التعرض للسيد الرئيس إنما هي دونها رقابنا، والله دونها دماؤنا، والله دونها حياتنا. ولكني أقول لكل إخواننا الذين تحدث عنهم ابني وحبيبي في الله عبد الرحمن عز حينما قال مش كل النازلين فلول لكن كل الفلول نازلين، مش كل العملاء مش كل النازلين عملاء لكن كل العملاء نازلين. أنا بنادي أولادنا 3 رسائل سريعة عشان أختم، عشان فعلا النهارده ولسه في ورائي أناس أفاضل علماء هيتكلموا. بقول لأولادنا حركة 6 إبريل، 6 إبليس، حركة 6 إبريل، بقول لهم يا من أتوا عليكم من أرادوا قتلكم في موقعة الجمل، من الذي حماكم بعد الله؟ مين اللي رفع عنكم بعد ربنا سبحانه وتعالى؟ أليس شباب الإخوان وشباب التيار الإسلامي كما يقولون؟ قالوها صراحة الآن. هل هذا هو رد الجميل؟ يا أحبابي يا أبنائي يا حركة 6 إبريل، صور المخلوع تملأ ميدان التحرير. أين أنتم بالله عليكم؟ وقد سمعنا أن بعض الشرفاء منهم تركوا الميدان. أقول لهم يا أبنائي ميدان ربعة يرحب بكم، أجرعتنا مفتوحة لكم، إخوانكم في ميدان ربعة العدوية ينتظرونكم. هذه الرسالة الأولى. الرسالة الثانية، يا مسيحي مصر، يا من وقفتم فعلا، نحن نعترف بالجميل أبدا ولا يمكنه، والله لا يمكن هذا الجميل إلا الجحود. يا من وقفتم تحمون إخوانكم في الصلاة في ميدان التحرير، ووقف إخوانكم وأنتم تقيمون القداس على من راحوا في كنيسة القديسين، وأنتم تعلمون من دبر هذا الحادث. معقول جايين النهارده ونازلين يوم 30؟ طب عشان ايه؟ نفسي واحد يقول لي انا نازل يوم 30 ليه؟ هو ما عندوش غير كلمه واحده يقولها، انا نازل اسقط النظام. يا سلام، الشرعية خط النار اللي حبيبي عزيز جبار. فعلا الشرعيه خط النار.
مطلب ليك عايزه، لكن نازل تسقط الدكتور المنتخب انتخاب شرعي؟ كيف؟ كيف؟ أو مرسي مثل مبارك؟ أجملتم؟ أفيقوا يا ناس، أفيقوا يا ناس، أفيقوا يا ناس. الدكتور مرسي بالله عليكم، طب هاتولي حاجة على الدكتور مرسي اللي عمالين يقولوا صاحب الأيادي النظيفة فين؟ ليه البلد مش عايزة تعيش في نظافة؟ ليه عايزين نفضل كده أقدار والعياذ بالله؟ رسالتي الثانية قلتها الأقباط ومسيحي مصر، بقول لهم تواجدكم يوم 30 هي الحرب ذاتها، احذروا. والله يريد العابثون أن يعبثوا بكم. والله ماذا جربتم من الإسلاميين حتى تخافوا منهم؟ ماذا جربتم من الإخوان المسلمين حتى تخافوا منهم؟ أو جربتم كيف يعيش بعضكم بل تعيشون كلكم في أمن وأمان وسلام مع إخوانكم المسلمين؟ هذه الثانية. حقيقة